بسم الله الآب الخالق العاقل الناطق بالكلمة والروح القدس الإله الواحد آمين. الحلقة الخامسة أحبائي من الرد على الذين دعون إلى الإسلام، وهذه الحلقة ستختص بالشرائع والأحكام التي جاء بها محمد الذي يدعون الإسلام أنها معجزة أو آية من الله. ثم دعني أناقشك فيما جاء به محمد من الشرائع والأحكام، فتقول أن الشرائع والأحكام لم تخرج عن 3 أوجه، ذلك إما أن يكون الحكم حكما إلهيا وهو حكم التفضل الذي هو فوق العقل والطبيعة ويليق بالله جل اسمه ولا يغيره ولا يشبه سواه، إما أن يكون حكما طبيعيا قائما في العقل مولودا من الفكر يقبله التمييز ولا ينكره وهو حكم العدل، إما أن يكون حكما شيطانيا يعني حكم الجور وهو ضد الحكم الإلهي وخلاف الحكم الطبيعي. فأما الحكم الإلهي الذي هو فوق الطبيعة فهو التفضل الذي جاء به المسيح مخلص العالم سيد البشر كلمة الله، الذي شهد له محمد إذ يقول: وقفينا على أثرهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. سورة المائدة الآية 46. وذلك أن المسيح قال في إنجيله الطاهر: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، كما جاء في إنجيل متى الإصحاح 5. فهذا هو حكم الإلهي وشرائع فوق الطبيعة أعلى من العقل الإنساني، وهو حكم التفضل والرحمة والعفو والتشبه بفعل الله الرؤوف الرحيم. والنحو الثاني هو الحكم الطبيعي، الشريعة القائمة في العقل الجاري مع الغريزة، لأن نحن نؤمن أن الشريعة والناموس قبل ناموس موسى كتب على قلوب وعقول البشر، والطبيعي الذي جاء به موسى النبي بقوله حكمه معناه العين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس والضربة بالضربة والجرح قصاص، فهذا حكم طبيعي داخل في قانون العقل، وهو حكم العدل والأنصاف، أن تأتي الناس بمثل ما أتوا به إليك وتفعل بهم كما فعلوا بك، إن خيرا وإن شرا، وليس ذلك مضاهيا للحكم الإلهي. أما النحو الثالث من الحكم الشيطاني الذي هو الجور والشر وغيره من الأعمال التي تضاد الأحكام الإلهية، فأي هذه الأحكام الثلاث وأي شريعة جاء بها محمد؟ فإن قلت أنه جاء بالأحكام الإلهية قلنا لك سبقه المسيح بأكثر من 600 سنة، وإن قلت أنه جاء بالأحكام الطبيعية وشرائع العقل والسنن العدل قلنا قد سبقوا ذلك موسى النبي، فهذان حكمان قد عرفنا أصحابهم وقررنا بها. بقي الحكم الثالث الذي هو حكم الشيطان وشريعة الجور، فهل تقول إنه جاء بالحكمين معا، يعني حكم المسيح وحكم موسى، وشرحهم في كتابه قائلا النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن؟ فأنت تعلم أن هذا الكلام متناقض، كقول القائل قائم قاعد، أعمى بصير، صحيح سقيم، أي أنه في قانون تناقض. لا يستطيع أن يكون أعمى وبصير في نفس الوقت، ولا يستطيع أن يكون اللون أبيض وغير أبيض في نفس الوقت وفي نفس الحالة. وأن أقرأت أن كل واحد من هذين الحكمين ولا يدعوك أصحابهما لأنهم ورثوه فصاروا في أياديهم حقا مسلما لهم، ويقولون لك إنك متعدي ظالم تروم إذ تأخذ إرثنا من أيدينا، مع إقرارك أنت أنه لنا، أي هذه الأحكام كانت لمحمد أول شيء، فحاولت أخذها، فأنت غاصب ومغتصب ولا حق لك، بل آتنا أنت
بما في يديك لنعلم أنك صادق في ادعائك. لا أظنك ترضى لمحمد أن يكون تابعا للمسيح وموسى، وأنت تزعم فيه وتدعي من الحظوة والقدرة والمنزلة عند الرب العالمين، وتشترئ على الله وتقول لولا محمد ما خلق آدم ولا كانت الدنيا. أما عن معجزات القرآن تقول إن الحجة البالغة عندك إن هذا الكتاب أي القرآن الذي في يدك، وإن الدليل على صحة كونه منزلا من عند الله بما فيه من الأخبار القديمة من موسى والأنبياء وسيدنا المسيح ومحمد رجل أمي لم تكن له معرفة ولا علم بتلك الأخبار، فلا بد أنه أوحي له وأنبئ بما قاله. ثم تقول لا يقدر إنسي ولا جني أن يأتي بمثله، ثم تقول إن كنتم في ريب نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة البقرة الآية 23. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحشر 21. نظائر هذه أعظم دليل على نبوته، فكأنك جعلت هذه آيات له وحجة، مثل فلق موسى البحر ووقوف الشمس لشعبنون وأحياء الموتى للمسيح وعجيب الأنبياء السالفين. فنقول إنه ينبغي لك أن تعلم كيف كان السبب لهذا القرآن، أي من أين أتى. ذلك أن رجلا من الرهبان النصارى اسمه سيرجيوس أحدث إنكاره عليه أصحابه، فحرموه من الدخول إلى الكنيسة وامتنع من كلامه ومخاطبته، أي حرم من دخول، تم إيقافه قانونيا من الكنيسة هذا الراهب، على ما جرت به العادة منه في مثل هذا الموقف، فندم على ما كان منه فأراد أن يفعل فعلا يكون له حجة عند أصحابه النصارى، فذهب وجال حتى بلغ مكة، فنظر البلد غالبا فيها صنفان من الديانة اليهودية وعبادة الأصنام، فلم يزال يتلطف ويحتال بمحمد حتى استماله وتسمى عنده باسم غيره، أي محمد غير اسم الراهب، وذلك أنه أراد بتغيير اسمه وإثبات رأي ذلك الإنسان الذي هو كان يعتقده ويتدين به، فلم يزال يخلو ويكثر مجالسه ومحادثته إلى أنه أزاله عن عبادة الأصنام، أي الراهب أزال محمد من عبادة الأصنام كما محمد أنزلها في صورة له، ثم صيره داعيا وتلميذا له يدعو إليه دين النصارى. فلما حست اليهود بذلك ناصبته العداوة فطالبته بالسبب القديم الذي بينهم وبين النصارى، فلم يزل بتزايد به الأمر إلى أن بلغ به ما بلغ. فهذا سبب في ما كتب ذكر المسيح والنصرانية والدفاع عنها وتزكية أهله والشهادة لهم أنهم أقرب مودة. لهذا أنزل محمد هذه الآيات إن نصرانية وأهلها وشهادتها، ومنهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون في سورة المائدة. لهذا أنزل هذه الآية طوعا وتملقا بالراهب الذي أتى بمحمد من عبادة الأصنام وعلمه عن العهد القديم والجديد، أي الكتاب المقدس. فلما توفي ارتد القوم وانتهى الأمر إلى أبي بكر، وقعد علي ابن أبي طالب عن تسليم الأمر لأبي بكر، فعلم عبد الله ابن سلام وكعب الأحبر اليهوديان أنهم ظفرا بما كان يطلبان ويريدان في نفسهما، فاندسوا على علي بن أبي طالب فقال له ألا تدعي أنت النبوة ونحن نوافقك على مثل هذا؟ أي اليهود دخلوا بين أبي بكر وعلي بن أبي طالب، وبدأت المشاكل بينهما كما هو مذكور. ولكن أبي بكر عرف بما كان من أمرهم من علي، فبعث إلى علي، فلما صار إليه ذكره الحرمة نظر علي إلى أبي بكر وإلى قوته فرجع أما كان عليه ووقع بقلبه. وكان عبد الله بن سلام وكعب الأحبر اليهوديان قد عمدا إلى ما في يد علي بن أبي طالب من الكتاب الذي دفعه إلى صاحبه، فأدخلا في أخبار التوراة وأشياء من جلة وأحكامها، أي لم تكن كلهم من محمد، بل الخلفاء الذين خلفوا محمد أدخلوا كثير من هذه
الأخبار في القرآن، وأخبارا من عندهم وبدلوها وشنعوا فيها وازدادوا نقصا ودسا تلك الشناعات، كقولهم قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وأيضا رجعوا وناقضوا القول وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة البقرة 113. مثل العاجيب والتناقض الذي يجعل الناظر فيه يرى المتكلمين به قوما شتى مختلفين، أي تناقض في القرآن، وكل منهم يناقض قول صاحبه، مثل سورة النحل والنمل والعنكبوت وشبهها، إلا أن عليا حين يئس من الأمر أن يصير له أي من الولاية صار إلى أبي بكر بعد 40 يوما، وقال قوم بعد 6 أشهر، وضع يده في يديه وسأله أبي بكر ما حبسك عنا وعن متابعتنا يا أبا الحسن؟ فقال كنت مشغولا بجمع كتب الله لأن النبي كان أوصاني بذلك. فما معنى شغله بجمع كتاب الله أي القرآن كما يدعون المسلمين؟ وأنت تعلم أن الحجاج بن يوسف أيضا جمع المصحف وأسقط منه أشياء كثيرة، وأنت تعلم أنهم رأوا أن النسخة الأولى هي التي كانت بين القريشيين، فأمر علي بن أبي طالب بأخذها لما اشتد عليه الأمر لئلا يقع فيها الزيادة والنقصان، وهي النسخة التي كانت تفق مع الإنجيل الذي دفعها الراهب سيرجيوس، وكان يسميه عند أصحابه بجبريل وبالروح الأمين مرة. فلما قال علي لأبي بكر في البيعة الأولى إني شغلت في جمع الكتب، قالوا معنى قولك ومعك قول، هل يجمع كتاب الله؟ فاجتمع أمرهم وجمعوا ما كان حفظه الرجال من أجزاء، كسورة التوبة التي كتبوها عن الأعرابي الذي جاءهم من البادية، وغيرهم من الشاذ والوافد، وما كان مكتوبا على اللخف وهي حجارة بيضاء ورقاق لخفة، وهي في حديث زيد بن ثابت جامع القرآن، والعسب وهو جريد النخل، وعلى عظم الكتف نحو ذلك لم يجمع في المصحف. وكانت لهم صحف وأدراج على مناهج أدراج اليهود، ذلك من حيل اليهود، وكان الناس يقرؤون مختلفين، فقوم يقرؤون ما مع علي بن أبي طالب وهم أتباعه اليوم أي شيعة علي، وقوم يقرؤون بهذه المجامع التي ذكرناها، وهم يقرؤون بقراءة العربية التي جاء من البرية، وقال إن معي حرفا وآية وأقل وأكثر، فكتب ولا يدري قصتها ولا ما نزل. وطائفة تقرأ بقراءة ابن مسعود لقول محمد من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، وكان يعرض عليه في كل سنة مرة، وفي السنة التي مات فيها عرض عليه مرتين. قوم يقرؤون قراءة أبي بن كعب أقرأكم أبي، وقراءة أبي وقراءة ابن مسعود متقاربتان. فلما صار الأمر إلى عثمان بن عفان اختلف الناس في القراءة، أقبل على علي بن أبي طالب يتطلب العلل على عثمان ويتتبع العثرات في القراءة ويعيبه، ذلك تدبير لقتله. فكان الرجل يقرأ الآية ويقرأها الأخرى قراءة مختلفة، ويقول رجل منها لصاحبه قراءتي خير من قراءتك، ويحتاج كل منهم لصاحبه بالذي يقرأ بقراءته، ويقع في ذلك الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل. فقيل ذلك لعثمان أنهم يختلفون في القراءة ويزيدون في الكتاب وينقصون ويوقعون بينهما الشر والأخذ بالعصيبة، ولا نؤمن أن يتطاول الأمر ويتفاقم فيقع بينهم القتل ويفسد الكتاب وترجع الردة. فبعث عثمان فجمع كل من أمكنه من تلك الأدراج والرقائق والكتب أولا، ولم يتعرض لما في يد علي بن أبي طالب من مصحفه ولا لمن كان يقرأ بقراءته، ولا دخل معهم في هذا التأليف. فأما أبي بن كعب
فمات قبل هذا التأليف، أي قبل أن يؤلف ويجمع عثمان الكتاب. ويرى هنا أن قرآن عثمان كان يختلف عن القرآن اللي كان موجود بيد علي بن أبي طالب. فأتى فصرفوه عن الكوفة. وأما ابن مسعود فطلبوا منه أن يدفع إليهم مصحفه، فأتى فصرفوه عن الكوفة، واستعملوا أبا موسى الأشعري، وأمروا زيد بن ثابت الأنصاري وعبد الله بن عباس وقيل محمد بن أبي بكر بتأليفه وإصلاحه وحذف الفاسد منهم. وقالوا لهم: إذ اختلفتم في شيء أو لفظ أو اسم فاكتبوه بلسان قريش. فاختلف في أشياء كثيرة، منهم التابوت، قال زيد عن التابوه، وقال ابن عباس التابوت، فكتبوه بلسان قريش. ونظائر هذه كثيرة. فلما جمع هذا التأليف على ما في المصحف كتبت 4 مصاحف بخط جليل، ووجه أحدهم إلى مكة، وحفظ آخر في المدينة، ووجه الآخر إلى الشام، وهو اليوم بمالطية. ولم يزل ذلك المصحف الذي كان بمكة إلى أيام أبي بكر السرايا. فلما كان في تلك الأيام هو آخر سلبات الكعبة سنة 200 هجرية، ليس أن أبا السرايا سلبها، بل في تلك الفتنة فقد قيل احترق ما هو محترق. أما مصحف المدينة ففقدوه في أيام الحيرة، وهي أيام يزيد بن معاوية. وجهوا بالمصحف الرابع إلى العراق، وكان بالكوفة، وهي يومئذ قبلة الإسلام ومجمع المهاجرين والصحابة. يقال أن ذلك المصحف فقد أيضا في أيام المختار. ثم أمر عثمان بجمع ما جمعوا من تلك المصاحف والأدراج التي جمعت من بلاد، وغلوا له الخل وسرحوه وتركوه حتى تقطع واهترى، ولم يبقى إلا متفرقا وكسر منه، مثل ما قيل عن سورة النور إنها كانت أطول من سورة البقر، وكما قيل أن سورة الأحزاب مبتورة ليست بتمامة. وكذلك قالوا في التوبة أنها سورة التوبة أنها لم يوجد بينها وبين الأنفال فصل يعرف، فلم يفصلوهم بالسطر باسم الله الرحمن الرحيم. ومثل قول إن ابن مسعود والمعوذتين لما أثبتوهما في المصحف لا تزيد فيه ما ليس منه. مثل قول عمر على المنبر: لا يقاولنا أحد إن آية الرجم ليست في كتاب الله، فإن كنا نقرأ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة. فلولا أن يقال أن عمر قد زاد القرآن ما ليس فيه لزدتها فيه بيدي. ومثل قوله في آخر خطبة خاطبة إني لا أعلم أن أحدا قال إن المتعة ليست في كتاب الله، بل قد كنا نقرأ آيات المتعة ولكنها سقطت، فلا جزى الله من أسقطها خيرا، فنؤتمن فما أدى بالأمانة، ولا نصح الله ولا رسوله فقط أسقط عليه من القرآن أشياء كثيرة. أي سورة المتعة الذي يتكلم عنها الشيعة، والتي هي زواج المتعة، يقولون إنها مذكورة بالقرآن، حتى عمر إنه يستشهد بها. فإن أهل السنة ينكرون على الشيعة أن هناك متعة في الإسلام، زواج المتعة، ولكن في الحقيقة أن عمر استشهد بها مرات كثيرة في خطبته، كما هو مذكور هنا أن هناك زواج متعة في الإسلام، وليس كما يدعي أهل السنة. وقول عمر أيضا أنه كان عليه أن يرخص الله للناس، وإنما بعث محمد بالدين الواسع. وقال أبي بن كعب: صورتان كانوا يقرؤونهما فيه، وإنما قال هذا في التأليف الأول ولم يدرك هذا التأليف، وهما سورتا القنوت والوتر: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، إلى آخر الوتر. كذلك آية المتعة، فإن عليا كان أسقطها، وقال إنه سمع رجل يقرأها على عهده فادعاها وضربه بالصوت. أي علي استنكر إلى آية المتعة، وهو الذي أسقطها من الكتاب. وأمر الناس
ألا يقرأها أحد، فكان هذا بعض ما شنعت به عليه عائشة يوم الجمل. وقد دخلت منزل عبد الله بن خلف الخزعلي فقالت في بعض قولها إنه يجلد على القرآن ويضرب عليه وينهي عنه، وقد بدل وحرف. أي عائشة شهدت على علي إنه بدل وحرف ويجلد على القرآن. وبقي مصحف عبد الله بن مسعود عنده فهو يتوارث إلى الساعة، أي إنه كان الكتاب الذي يتوارثوه وينقل منه. وكذلك مصحف علي بن أبي طالب عند أهله، أي عند أهل الشيعة. ثم أن الحجاج بن يوسف لم يدع مصحفا إلا جمعه واسقطه منه أشياء كثيرة، وذكروا أنها كانت نزلت في بني أمية بأسماء قوم، وبني العباس بأسماء قوم، وزاد فيها أشياء، وكتبت نسخة بتأليف ما أراد الحجاج في 6 مصاحف، فوجه واحد إلى مصر، وآخر إلى الشام وإلى المدينة، وآخر إلى مكة، وآخر إلى الكوفة، وآخر إلى البصرة أي في العراق. وعمد إلى المصحف المتقدم فغلى لها الزيت وسرحها فيه فتقطعت كما فعل عثمان. والدليل إنما نقول إنكم رجال قرأتم كتب الله المنزلة، وأنت تعلم أن الأيادي الكثيرة تداولت القرآن واختلفت فيه الآراء وزيد فيه ونقص منه، وكل قائل ووضع ما أراد وأسقط ما كره، أي كل واحد على مزاجه يكتب القرآن. فهذه عندك شروط كتاب الله المنزل. سيمة محمد أعربي، فخطر خاطر في قلبه فسجعه بلسانه وصار به إلى القوم بدو فتقرب منه إليه، أي كل ما كان يأتي على خاطر محمد أو في ذهنه كان يتلوه على البدو، فكانوا يصدقونه لأنهم بدو لم يعرفوا ما هي الآيات وما هي النبوة وما هي المعجزات. يشهدون في كتاب من الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وكيف يؤخذ سر الله ووحيه وتنزيله على نبي من أشد كفرا، وأنت تعلم ما كان بين علي وأبي بكر وعمر وعثمان من العداوة، فقد زاد هؤلاء ونقصوا وزادوا هؤلاء وأنقصوا، إنما كان كل واحد منهم يريد الخلافة على صاحبه. فمن أين نعلم أي الأقوال هي الصحيحة؟ وكيف يمكن التمييز من السقيم والصحيح؟ وقد زاد فيها الحجاج وانقص، وأنت تعرف بمذهب الحجاج في جميع أموره كيف تؤمنه على كتاب الله. وقد كان الرجل الذي يقترب إلى بني أمية ما يجد إليه سبيلا، هذا وقد خالطهم اليهود، وكان بعضهم منافقين دسوا في كتب محمد مكرا منها الخديعة والفساد، وتدبروا منهم عليهم ليبطلوا أمر المسلمين أي اليهود. ولولا أنكم قرأتم كتب الله ودرستموه حقا دراسة، وأن الأنصاف أصل شيمتكم، لما شرحنا لكم هذا الشرح. والحق فيه مرارة عاجلة وحلاوة كثيرة أجلها في الآخرة. وأنتم تعلمون أننا لم نكتب إليكم يا أخوة المسلمين من ذات أنفسنا، ولم نثبت إلا الصحيح ما نقلته رواياتكم والعدول عنكم، والمأخوذ بقولهم المعلول في الدين على ما نقلوه الأخبار وغيرها. فاخبروني أصلحكم الله عن قول محمد: قل لأن اجتمعت الأنس والجان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورة الإسراء 88. فأتقول أفصح ألفاظه منه؟ فجاوبنا لك في هذا: نعم، أفصح منه، وكلام اليونانية أي أقوى من العربية عند الروم، والآرامية والزوبة عند أهل فارس، والآرامية عند أهل راها أي كنيسة المشرق، وعبرانيته عند بيت المقدس عند العبرانيين. فإن كل لسان له كلام فصيح عند أهله من سائر الإنس، ولهم ألفاظ فصيحة يتخاطبون بها، وهي عندك كلها أعجمية، كما أن لسانك العربي الفصيح أعجمي عندهم. هذا إذ
أطلقنا قولك أن كتابك أفصح ألفاظه بالعربية، فصاحب الألفاظ هو الذي لا يحتاج إلى استعارة ألفاظ غيرها ولا يستعين بها في خطابه وكلامه، بل يكون مستغنيا بمعرفته وفصاحته عن لسان غيره. ونحن نرى محمد قد افتقر في كتابه إلى استعمال كلمات غيرها، وهو القائل أننا أنزلنا قرآنا عربيا، ولكن استعان بالفارسية واستبرق والسندس وباريق ونمرق، ومن الحبشية ومنها الكوى، مثل هذه كثيرة قد استعملها في كتابه، ومنها الآرامية. إن أكثر من 1300 كلمة في القرآن هي كلمات آرامية، فنقول إن العربية ضاقت عليه فلم يكن فيها من الاتساع ما ألجه على لسان غيره في هذه الأشياء. وأنت ترى أنها منزلة من عند رب العالمين على يد جبريل الملك الأمين الذي هو كان الراهب، فأنت توقع النقص بالمرسل أو بالمرسول أو بالرسول. فإن كان من عند محمد فوقع النقص به، لأنه لم يكن يعرف هذه الأسماء بالعربية، فلذلك أعجزته. فهذه ألفاظ امرأ القيس وغيرها من الشعراء والفصحاء المتقدمين والمتأخرين الذين لا يحصى عددهم، وكلام الخطباء والبلغاء والفقهاء الذين كانوا قبل مجيء محمد أفصح ألفاظا منه وأرق وأدق معان بإقراره لأهله، حيث حاجوه فقطعوه فقال بل هم قوم خاصمون، سورة الزخرف الآية 58. لأنه خصموه فكانوا خصاما بأصح حجة، وكانوا أبلغا في الخطاب منه، وهو القائل إن من البيان لسحرا، فلا يخلو إذن أمر هذا القرآن ما وضع فيه من الألفاظ الأعجمية والآرامية من أن يكون قد ضاق على محمد اللسان العربي، مع علمنا أن لساننا العربي أوسع الألسنة كلها. أما أن يكون أدخلت فيه الزيادة من قوم آخرين كما ذكرنا لك في أصل خبره أن الأيادي الكثيرة قد تداولته، فاخبروني أي القولين أحببتم، فإن لا محيص لك من أن تقول بأحدهم، وأنت عارف بنتيجة ذلك إذا قلته. فإن قلت أنهم لا يقدرون أن يأتوا بمثل تنضيده وترصيعه، قلنا أن التنضيد والترصيع في الشعر لشعرهم ووزنهم له وزن الصحيح الذي هو أصعب ودق معاني. اختيار الألفاظ النقية الصفية العربية الخالصة مع اتساق المعاني الحسنى وأكمل الأحكام وصح في الصنعة، لأن القرآن كله سجعة منكسرة وكلام مختلف وتكبير معاني لا معنى لها. فإن قلت بل هو أصح معاني، سألناك أي معنى جديد ظفرت به فيه نتعلمه منك، وأي معنى صحيح وجدته فيه فأوقفون عليه، وأي خبر لم نسمعه على غاية التمام والكمال من شرح والصحة في الكتاب المتقدم أفيدونا منها. لقد عمل مسيلم الحنيف الأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وغيرهم مثل عمل صاحبك، وأشهد إني قرأت مصحفا لمسيلمة لو ظهر لصاحبك لرد أكثرهم، إلا أنهم لم يتهيأ لهؤلاء أنصار مثل ما تهيأ لمحمد. والرب يفتح عيونكم على الحق لمعرفة الحق، هذا هو قرآنكم يا أخوة المسلمين. إننا لا نشوه أو نتكلم من عند أنفسنا، بل إننا نتكلم بما جاءت به كتبكم وحديثكم وكلامكم وقرآنكم الذي تقولون أنه نزل وهو معجزة، فقد ظهرت حقيقته إنه كتاب محرف وناقص وزائد، وقد كتبته الكثير من الأيادي والأصل قد فقد، وغيرها من اللغات التي دخلت في القرآن، منها الأعجمية الفارسية الحبشية الآرامية. فهذا يثبت أن هذا الكتاب ليس من الله، إلا أن محمد تعلمه من الراهب. وأرجو يا أخوة أن تصلوا وتطلبوا من الله أن يفتح عيونكم ويريكم كتاب الحق، وتتركوا الغضب والشتائم، لأن هذه لم تفيدكم بعد رحيلكم من هذا العالم، وأنتم ترحلون
ساكنين في الظلام لا تعرفون الحق. الرب ينير عيونكم ويفتح أذهانكم لتعرفوا الحق. صلوا من أجلي أنا الراهب المشرقي، والرب يبارككم ويحفظكم على كل ما تكتبونه وتنشرونه. سلام المسيح مع الذين يحبون المسيح، ويكون سلام المسيح للذين يقبلون المسيح، والرب يبارككم. آمين.